من بداية 2024 موبايلات كتير نزلت، منها القيمة مقابل سعر وتنافس، ومنها القيمة مقابل ضحك. يعتبر ما قدمتش حاجة، نازلة منظر بس. بين الاتنين دول مجموعة موبايلات اتظلمت في السوق بسبب السعر او الاصدار، او زي ما تقول كده الشركة ما عملتش دعاية كفاية ليه. منهم اللي اختفى، منهم اللي توقف بيعه، نادرا لما تلاقيه برغم انه قيمة مقابل سعر. فانا جبت لك النهارده 8 موبايلات من الفلاج شيب لحد الفئة المتوسطة. وسريعا كده معاكم طارق مردي، ويلا نبتدي. نبتدي باول موبايل وهو السامسونج A55. موبايل حلو تقدر تقدم بيه محتوى لانه بيصور فيديو 4K بالخلفيه والسيلفي، مناسب للاستخدام العادي، التصفح الالعاب، بس بيكون دافي اغلب الوقت، والدافي مش سخن خلي بالك. مع شاشه مقبوله مش الافضل في سعره، مقاس 6.6 انش من نوع سوبر اموليد، سطوع 1000 شمعه مع جوده فول اتش دي بلس، والمعالج الجديد الاكزينوس 1480 مع بطاريه ممتازه جدا وهتعجبك. 5000 ملي امبير وشاحن 25 واط، وخلي بالك لازم تشتريه. وعشان محبين السامسونج ما يزعلوش مني، هو بيدعم مقاومه ميه معيار IP67، بيدعم 4 تحديثات اندرويد، وده الاعلى في سعره. الموبايل ده تحديدا اتظلم في سعره جدا، لو بحثت عنه في التوكيل المصري هتلاقيه عامل 22500 لنسخه 128 جيجا. هل ده كلام منطقي عشان الضمان المحلي؟ طب زود شويه في السعر وهات الاس 23 FE، افضل منه لكن اقل في البطاريه. ممكن تنزل شويه كمان وتجيب الريلمي GT 6T، افضل منه متكامل جدا في سعره. ما ينفعش صراحه في الفئه دي، مش مناسب. وصلوا على الاقل 18000 جنيه في التوكيل، هيبيع اكتر والناس هتفرح. مش هقول لكم طبعا نسخه 256 جيجا عامله كام في التوكيل، السعر مبالغ فيه جدا. ومن سامسونج ننتقل لموبايل من ريلمي نزل واختفى، ما لحقتش افرح بيه، هو الريلمي GT 6T. الموبايل حلو ومتكامل جدا، ووصل له تحديث ل 90 فريم بابجي، وبسعر اقل من السامسونج A55. هينفعك في الالعاب، التصفح، المشاهده، توصيل الطلبات، مناسب لكله. مميز لانه بيصور برضه فيديو 4K خلفيه وسيلفي، بس خلي بالك الخلفيه 60 فريم مش 30 زي السامسونج. وشاشته جميله جدا من نوع LTPO اموليد مع تردد بيوصل 1 هرتز، مقاس 6.78 انش وجوده 1.5K، مع اعلى سطوع هتشوفه حاليا 6000 شمعه، يعني ضعف السامسونج 6 مرات. شاشه ملهاش منافس في سعره، مع معالج ملوش منافس غير واحد بس هتعرفوه كمان شويه. فالمعالج سناب دراجون 7 بلس جين 3 مع بطاريه ممتازه وكبيره جدا 5500 ملي امبير، والشاحن الكبير 120 واط، وبرضه بيدعم مقاومه ميه بس اقل شويه معيار IP65. الموبايل هنا اتظلم في البيع برغم ان سعره نزل وبقى مناسب جدا في السوق المصري. اتمنى ينتشر بشكل اكبر والتجار ياخدوا بالهم منه وينزلوا سعره اكتر فالناس تستفيد. متوسط سعره في مصر بين 19500 لحد 21000 جنيه. اخاف اقول باقي الاسعار السعر يزيد، ربنا يستر يثبتوا السعر بس لحد ما الفيديو ينزل. ومن الريلمي ننتقل لموبايل اقل في السعر ومش بيتباع نهائي برغم انه نفس مواصفات الريلمي بس فروقات بسيطه شويه، هو الوان بلس A3V. موبايل فوق الوصف مع سوفت وير جميل جدا وسلس في الحركه والتنقل، ومناسب للاستخدام العادي، التصفح، المشاهده، الالعاب، وخلي بالك بقى بيدعم 90 فريم بابجي فبقى ممتاز جدا. وشاشته جميله جدا ومنافسه قوي للريلمي، فهي مقاس 6.78 انش من نوع اموليد، وبرده نفس الجوده 1.5K، بس هنا سطوع اقل شويه 2150 شمعه، مع معالج ملوش منافس غير واحد بس هتعرفوه كمان شويه. فالمعالج هنا سناب دراجون 7 بلس جين 3 زي الريلمي بالظبط، ونفس برده البطاريه 5500 ملي امبير، بس هنا الشاحن اقل شويه 100 واط، ونفس دعم مقاومه المياه معيار IP65. الموبايل هنا اتظلم في البيع برغم ان سعره اقل من الريلمي، ومنافس جدا بين 17500 لحد 19000، مش ثابت صراحه، وبقى مناسب في السوق المصري اكتر. بس خلي بالك ده نسخه صيني بروم جلوبال، مفيش قلق منها، انا مجربه. ومن وان بلس ننتقل لموبايل اقل في السعر اختفى من السوق. الموبايل حلو ومعالج اعلى، بس راح فين الريدمي تيربو 3؟ حد سمع عنه؟ الموبايل جميل ومناسب للالعاب في السعر، ومع شاشه جميله مناسبه للمشاهده جدا لانها من نوع اموليد مع 68 مليار لون. الارقام دي مش بنسمعها غير في الشاومي بس. وبرده جوده 1.5K، مقاس 6.67 انش، وسطوع اعلى شويه من الوان بلس 2400 شمعه، مع معالج ملوش منافس في سعره نهائي سناب دراجون 8S جين 3. البطاريه مش الافضل برغم انها 5000 ملي امبير وشاحن كبير 90 واط، وبرده نفس الكلام بيدعم مقاومه ميه بس معيار اقل شويه IP64. الموبايل اختفى من السوق المصري ونادرا لما تلاقيه، سعره كان مقبول جدا
جدا في حدود 17 ل 18000 جنيه. وخلي بالك ده نسخه صيني بروم جلوبال، واقف عند بابجي على 60 فريم، لو وصلوا دعم ممكن يوصل 90 بس، ولو وصل ل 120 هاكد عليكم. فما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمه حلوه تشجعني. استمر، عاش، برافو، جامد، الكلام ده مش هوصيك. ومن التربو 3 ننتقل لموبايل سعره مبالغ فيه جدا، كان افضل لو نزلوا سعره، هيبيع اكتر، شهرة اعلى، وهكذا. هو الريلمي 12 برو بلس. حلو في الكاميرات، وفي كاميرا بيروسكوب زوم لحد 120 هرتز، عارفين الكلام ده طبعا، عارفين انه مناسب اكتر للاستخدام العادي، تصفح، العاب، مشاهده، بس المشاهده اكتر لان شاشته جميله من نوع اموليد مقاس 6.7 انش، وجوده فول اتش دي بلس، لكن سطوع اقل كتير 950 شمع، ما بقاش الافضل في سعره حاليا. ومعالج اقل من المنافسين، سناب دراجون 7 اس جين 2، مع بطاريه ممتازه جدا برغم انها 5000 ملي امبير، ومع الشاحن ال 67 واط، برضه بيدعم مقاومه ميه بس معيار اي بي 65. الموبايل حلو لكن سعره مبالغ فيه على المواصفات، وفي حدود 19500 في مصر طبعا. لو نزلوه شويه هيكون افضل وهيبيع اكتر. تخيل كده لو نفس الموبايل ده ب 16000 جنيه هيكون مناسب جدا وهيغطي على موبايلات كتيره. ومن الريلمي ننتقل لموبايل سعره مبالغ فيه جدا ونازل بسعر اعلى من الاصدار القديم ومواصفات اقل. معرفش ازاي عملوا الجريمه دي في الرينو 12 اف، ولسه قريب هنزل فيديو عن العيوب الغريبه اللي ظهرت فيه، اتمنى تكون عيوب من السوفت وير. عيب قوي بصراحه تطلع من موبايل بالسعر ده، ومن اوبو كمان. كموبايل مقبول وينفع في الاستخدام العادي، تصفح، المشاهده، لكن مش الافضل في الالعاب، بيحصل لك شويه وانت بتلعب ببجي. مع شاشه مقبوله من نوع اموليد مقاس 6.67 انش، جوده فول اتش دي بلس، وطبعا كلنا عارفين انها شاشه مقاومه للصدمات، مع معالج اقل من المنافسين ومن الرينو 11 اف الجيل القديم. هو الدايمنسيتي 6300، مع بطاريه ممتازه جدا افضل من الجيل القديم برغم انها 5000 ملي امبير، مع شاحن 45 واط، وطبعا عارفين ان الشاحن ده اقل من الجيل القديم. برضه بيدعم مقاومه مياه بس معيار اي بي 64، ونزل لك بتصوير فيديو 1080 بس، خلفيه وسيلفي. خلي بالك كانت 4K في الجيل القديم. الموبايل سعره مبالغ فيه جدا، ووقت اشتريته كان ب 13300، وده اعلى من الجيل القديم اللي بيقدم لك مواصفات اعلى منه. صراحه لو نزلوه ب 10000 جنيه هيكون مناسب جدا، لكن ما ينفعش 13000 دي كتير قوي عليه. ومن الرينو نطلع للفلاج شيب، مع موبايل من شاومي اتظلم جدا في البيع برغم انه افضل قيمه مقابل سعر في السوق المصري، ونافس بقوه بين الموبايلات الجديده ويتغلب عليهم كمان، زي الاونر 200 برو والرينو 12 برو. هو موبايل الشاومي 14 العادي مش البرو، خلي بالك، نازل بمواصفات جباره جدا في السعر ومناسب لاي استخدام حرفيا مش مبالغه، مع شاشه جميله من نوع LTPO اموليد مقاس 6.36 انش، جوده 1.5K، سطوع 3000 شمعه، وبيدعم HDR10 بلس ودولبي فيجن، اعلى حاجه من كل حاجه، مع اقوى معالج حاليا سناب دراجون 8 جين 3، وبطاريه ممتازه جدا برغم انها صغيره 4610 ملي امبير، والشاحن 90 واط، وفي برضه شحن لاسلكي 50 واط وعكسي 10 واط، بس هنا بيدعم مقاومه مياه اعلى شويه معيار اي بي 68. ولا ننسى يا صديقي انه بيصور فيديو لحد 8K بالخلفيه او 4K 60 فريم بالسيلفي، وينافس بقوه الاجيال الجديده. الموبايل متفوق جدا في سعره اللي فيه حدود 30 ل 31 الف جنيه، ولكن ما فيش بيع، مختفي من السوق، مش عارف ليه بصراحه. انت ممكن تكون ما سمعتش عنه قبل كده، وما تقوليش عشان السعر عالي، شوف المنافسين في سعره وقارن بيهم وتعرف مين يتفوق. ومن الشاومي ننتقل لمنافس قوي في سعره لكن من الريلمي، هو الريلمي جي تي 5 برو، موبايل متكامل جدا فيه كل حاجه انت عايزها، عامل زي الشاومي كده، فيه تجميعة مواصفات فوق $1000، لكن ايه بقى بنص السعر بس، مع شاشه جميله من نوع LTPO اموليد مقاس 6.78 انش، جوده 1.5K، وسطوع عالي 4500 شمعه، مع دعم ال HDR10 بلس ودولبي فيجن. وخلي بالك هنا التردد 144 هرتز، جامد جدا، مع اقوى معالج حاليا سناب دراجون 8 جين 3، وبطاريه ممتازه جدا 5400 ملي امبير، مع شاحن 100 واط، وبرضه بيدعم مقاومه ميه بس معيار اي بي 64. وما تنساش يا صديقي انه بيصور فيديو 8K بالخلفيه و4K بالسيلفي. الموبايل ده متفوق جدا في سعره، وهو في حدود 28000 ل 30000 جنيه، ولكن ما فيش بيع، اختفى من السوق من وقت نزول الريلمي جي تي 6. انت ممكن ما تكونش سمعت عنه قبل كده، وخلي بالك انه اصدار صيني بروم جلوبال، يعني مش بيتوفر بشكل رسمي في السوق. وبرضه ما تقوليش عشان السعر عالي، شوف المنافسين في سعره وقارنوا بيهم وهتعرف مين يتفوق. انا مستغرب بصراحه ان الموبايلات بيعها قليل وفي موبايلات اقل بتبيع اكتر. انا بحاول دايما اجيب لكم اكتر موبايلات قيمه مقابل سعر، وبتفاجئ ان الناس مش عارفه الموبايلات دي ولا سمعت عنها نهائي. اتمنى ما اكونش تقلت عليكم، ولو عجبكم فكره الفيديو عرفوني، هعمل افكار اعلى ويمكن ربنا يوفق واقدر اظبط اسعار بعض الموبايلات في السوق. اتمنى افيدكم، لان السوق حرفيا ملوش كبير، كل تاجر او محل بينزل باسعار مختلفه واسعار اعلى. انا بعاني عشان اوفر لكم اقل اسعار لاي موبايل تطلبوه، ومش مصر بس، لا في الوطن العربي كله بحاول اتواصل مع ناس توفر اسعار اقل للموبايلات، بس زي ما تقول كده مساله وقت شويه اظبط الدنيا وبعد كده اطلع
هطلع على اوروبا باذن الله، نشوف افضل اسعار وافضل متاجر. فحاليا محتاج مساعدتك، هنزل اسماء متاجر ومكانهم في المنتدى عندي، ولو انت اتعاملت معاه كويس عرفني فنقدر نفيد باقي المستخدمين. ما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده، ولايك واشتراك والحاجات دي، وادعي لي القناه تكبر عشان ابتدي اوزع هدايا ومسابقات لايفات في شغل جامد هيتعمل ان شاء الله قريب. ولازم تنورنا الاربع منصات فيسبوك يوتيوب انستجرام تيك توك عشان نكون اسره مع بعضينا ونكبر اكتر واكتر باذن الله. دمتم بافضل حال، سلام.